ويلكم يا صديقي. احب اقول لك انك وحشتنا قوي يا صديقي، علشان كده جايب لك النهارده عظمه على عظمه، فيلم مليان بالاكشن والاثاره والتشويق. عايزك تركز في البدايه علشان هدلعك في النهايه. بس قبل ما تبدا الفيلم ما تنساش تخبط لي اللايك الجميل والكومنت المتين، ولو مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصل لك العظمه بتاعتنا، واذكر الله وصلي على النبي. وبيبدا الفيلم براهول الشاب اللي بيحكي لنا عن عيلته واهل قريته بعد ما كانوا هم اصحاب الاراضي في القريه بتاعتهم، وكل الفلاحين باعوا الاراضي لشخص اسمه شندال، وبقى كل اهالي القريه هم اللي شغالين عنده باليوميه. وفي يوم ولد راهول الراجل الكبير في السن اللي كان بيشتغل بواب في بيت شندال، وشندال بيدخل البيت بعربيته الفخمه لكن البوابه بتتقفل بالغلط على العربيه وبتتخدش، فبينزل شندال ورجالته وبينزلوا ضرب في ابو راهول. واول ما راهول بيسمع باللي بيحصل بيروح بسرعه هو وصاحبه علشان ينقذ ابوه، وبيهزق شندال وبيقول له لابويا كان زمانه ضربه دلوقتي. وبعدها بيرجع للبيت وراهول بيفضل يلوم ابوه اللي باع الارض اللي كانت بتاعتهم، وبعد ما كانوا عايشين فيها معززين مكرمين، وعلشان يتفشخر ويعمل فرح كبير وضخم لبنته اللي اتجوزت ويجيب دهب لعيله العريس اللي من ساعه ما اتجوزه هو مش بيزورهم اصلا، وبيكونوا كلامه زي السيف على رقبه ابوه وامه اللي بيبقى اصلا متاثر بالحاله اللي هو فيها، وبتبقى قاعده جنبه وبنته الصغيره. فالام بتقول له انت لسانك زي الموس، سيب ابوك في حاله. فبيسيب الاكل وبيمشي، وهو ماشي بيتكلم مع صاحبه سانجو بيقول له انه ما يعرفش حاجه في حياته غير الزراعه، وانه ساب المدرسه الابتدائيه واشتغل مع ابوه ومش عارف يعمل ايه دلوقتي. فصاحبه قال له انت ما سبتش المدرسه بمزاجك، انت اتطردت بعد ما كنت بتعاكس بنت المدير. فبيقول له لا معلش انا كنت بحبها. وقتها بيجي للقريه واحد اسمه عدني وبيبقى من اهل القريه لكن عايش وبيشتغل في المدينه، وبالليل لما بيروح راهول للبيت بيلاقي عيلته قاعدين في حاله حزن شديده، ولما بيسالهم في ايه بيتعرفوا امه ان شندال طرد ابوه من الشغل بعد ما شافه وهو بياخد عودين خضار من الارض واتهمه بتهمه السرقه، وقال له انه حرامي وطرده. فطبعا كالعاده بيتريق راهول على الوضع الحالي وبيقول له ان بعد ما كانت دي ارضهم بيطردوا منها علشان عود خضار، وبيزعل جدا لما مامته بتقول له ان صديق ابوه السيد عدنان لقى لهم شغل وهي اعتلت سوق في مومباي، فما بيرضاش يكتر على ابوه الحمل وبيقول لابوه حقك عليا وانا ايدي في ايدك. وبياخدوا نفسهم تاني يوم وبيلموا حاجتهم علشان يمشوا من القريه، ولما بيشوف بيت شندال بيبص له بحقد وبينادى عليه وبيقسم له بحياه امه انه مش هيدا غير لما يشوفه هو شغال في الارض بتاعته ويرجع تاني ارض اهله. وقبل ما يمشي سانغ بيجري وراه وبيقول له خدني معاك، فبيروح معاه هو كمان وبيسيبوا القريه. وفي المدينه بقى بنشوف ارجون وهو بيتفرج على التليفون وبيتفاجئ ان في واحد مصور بيت تم اغتصابها في المنطقه اللي هو قاعد فيها ومحدش عارف مين اللي عمل كده. فبينزل بسرعه علشان يشوف في ايه، وبيلاقي الناس كلهم ملمومين حوالين البيت ومحدش حتى فكر يغطيها، ولسه هيخلع الشال من دماغه بس بتيجي واحده تغطي البيت وبتيجي الاسعاف ياخدوها، وبيقف يبص للناس وبيسالهم مين اللي عمل كده، لكن بيبان عليهم الخوف وبيقول لهم ارجون انها لو كانت بنت او اخت واحد فيكم ما افتكرش ان هو كان هيصورها وينزلها على النت. لحد لما بيتحرك راجل كبير بعد ما بيبص لبنته وبيخاف عليها وبيقول له ان اللي عمل كده بيبقى ابن عضو مجلس الشعب وعمل كده في بنات كتير، ولما اخو بنت منهم راح قدم بلاغ اتقتل، وبيشاور له على المكان اللي قاعد فيه الشاب ده. فبيدخل عليه ارجون وبيضرب فيهم يمين وشمال فوق وتحت وبيحاولوا يضربوا فيه لكن ولا بيحوق فيه ازاز مكسور ولا ضرب حد، والحديد بينتني لما بيجي عليه. ولما بيخلص عليهم بياخد ابن عضو مجلس الشعب وبيدحرجه لحد لما بيوصلوا لقلب الحاره وبيرميه قدام الناس كلهم وبيقول لهم هو ده اللي انتم خايفين منه، اهو دلوقتي لا سلطه هتحميه ولا حد هيعرف يحوشه من تحت ايدي. اما صاحبنا بقى راهول فكان وقتها بيشتغل عتال هو وصاحبه سانج في سوق الخضار، وبيكون في بنت شغاله في السوق اسمها سانجي، وشكل راهول عينه عليها وهي كمان عينها عليه، ومن اعجابه بيها ما بيكونش واخد باله وبيقع، وبيروح بقى علشان يحاول يتعرف عليها لكن هي بتصدر له الطرشه وبتقول له ان هي البنت الوحيده اللي بتشتغل هنا في السوق ومحدش بيقدر يتكلم معاه. وبعدها بيروح علشان يساعد ابوه، بنشوف واحد عتال معاه بس بيكون عجوز وبيكون عارف ابو راهول، وبيقول لصديقه ان الشخص ده كان هو صاحب اكبر قريه في الريف كلها اللي فيها القريه اللي كانوا منها دي، ده غير انه كان مصارع قوي جدا زمان ومش متخيل هو ازاي دلوقتي بيشتغل عتال علشان لقمه عيشه. وفي اخر اليوم بيروحوا علشان ياخدوا فلوس شغلهم، وبيعرف راهول ان رجاله رفاف ده زعيم عصابه مسيطره على السوق بياخدوا ضرايب من الناس الغلابه اللي شغالين في السوق، ولما الراجل العجوز بيرفض يدفع بيضربوه، واللي بيطلع ابو البنت اللي راهول بيحبها وعشانها بيدافع عن ابوها. ولما واحد فيهم بيضرب راهول بالقلم راهول بيتحول عليهم زي العفريت وبيبدا يضرب فيهم يمين وشمال ولا حد فيهم كان قادر عليه وبيكسر عظمهم كلهم، وبتيجي الشرطه بتاخدهم وبيكون الضابط المسؤول عن المنطقه ارجون اللي بيكون عارف ان راهول جاي للمدينه من اسبوع بس بيقول له طالما انت جيت هنا من اول اسبوع يبقى هشوفك كتير بعد كده وانت ليك الاختيار. وبيجي عدنا واللي بنعرف ان هو كمان ضابط في الشرطه وابو راهول بيجوا يترجوا ارجون انه يسيب
ابنه لانه ما كانش ليه ذنب. فبيقول له ارجون ان مش هيقدر يعمل حاجه ولازم يقعد يومين في السجن لحد لما يطلع بكفاله، وطبعا ابوه ما بيكونش حيلته اللضا، فبياخد عدنه وبيمشي. وساعتها ارجون بيكون واضح ان هو يعرف ابو راهول، فبيقول له انت اكيد مش مبسوط زي ابوك اللي كان واحد من اكبر رجال البلد وهو بيتذل بالشكل ده. فبيدخل راهول ومع سانغ للسجن لمده يومين، وهناك بقى بيبقى في زعيم عصابه اسمه نانيا، وده المفروض ان هو هيخرج النهارده. ولما بيشوف راهول وسانج بيعرف انهم دول اللي ضربوا رجاله رفاف، وبيستنى بقى يشوف العرض لان رجاله رفاف اللي جوه السجن بيهجموا على راهول، بس هو بيحاول يعتذر لهم بس هم بيرفضوا الاعتذار. فبيضربهم راهول ويكسر عظمهم، وبعد شويه ضرب فبيوقفهم نينا وبيرحب براهول لانه شكله كده اعجب بيه. وحتى لما بيخرج بعد يومين بيروح راهول يزور نانا لان هو اللي دافع له الفديه، وبيعرفوا نانيا ان الوصول لرفاف هيبقى صعب لانه مش بيتحرك من غير رجالته، بس واحد بيعرفه ان هو بيروح يوم السبت لحانه معينه. فبيروح راهول للحانه وبيستنى العرض يخلص وبيمسك رفاف يضربه وبيقول له مش عايز اشوفك لا انت ولا رجالتك في السوق تاني. وساعتها رفاف بيحس بالانكسار وبيمسك السكينه وكان هيقتل راهول لكن بيزقه علشان يدافع عن نفسه، للاسف بيقع على الازاز وبيموت. فبياخد راهول تاني للسجن وارجون بيقول له انا مش قلت لك اشوفك كتير هنا، وبيحاول عدنا ان هو يرفع قضيه دفاع عن النفس، بس ارجون بيقول له الموضوع هيبقى صعب. الغريب بقى ان احنا بنلاقي نانيا زعيم العصابه ومع عضو مجلس الشعب الفاسدين جايين علشان يخرجوا راهول وسانج، وبيكون نائب مجلس الشعب عامل حساب كل حاجه وبيقول لارجون يفتح التلفزيون، وبيكون خلى كل اللي كانوا موجودين في المكان وقتها يعترفوا ان رفراف هو اللي شرب كتير وخبط راسه في الحيطه وموت نفسه. فبيفهم وقتها ارجون ان راهول هيبقى مكان رفراف والمحامي بتاعهم بيبقى مجهز كل حاجه، وبيسالوا عدنا لو فعلا كان اتوقف عن العمل قبل كده. وبيحكي لنا ارجون انه من سنتين اتوقف عن العمل لانه كان في عصابه مشتبه فيها بيوزعوا مخدرات جوه الحرم الجامعي، وفي بيت خلوها تدمن واعتدوا عليها ورموها في قلب الحرم بعد ما كبوا في وشها ميه نار. فارجون قدر يوصل للعصابه ومسكهم وهتك يا ضرب وكسر عظمهم في لحمهم واداهم علقه موت ووداهم علشان يتحاكموا، بس للاسف طلعوا من رجاله عضو مجلس الشعب وهو اللي خرجهم من السجن ووقف ارجون عن العمل لمده سنه ونص، ولسه راجع بس من 6 شهور وهو واخد قرار على نفسه اللي هو هيجيب الناس دي كلها ويرميهم في السجن. وعلى الجانب التاني بيرجع راهول لابوه وبيقول له انهم خلاص هيعيشوا حياه كويسه جدا وانه خلاص اثبت براءته، بس ابوه ما بيكونش مصدقه وبيقول له ان عنده استعداد يفضل يشتغل لحد اخر يوم في حياته ولا ياكل لقمه حرام. لكن راهول ما بيسمعش الكلام ابوه وبيبقى الشيطان راكب دماغه وهو بيبدا بقى يتدخل في امور السوق زي ما كان رفراف ورجالته عاملين، وبيتعلم وبيعرف كل حاجه عن السوق وكل الشغل ده لصالح نينا اللي بينبهر براهول بعد ما الايرادات بتزيد، وكمان بيقول له ان هو يشارك في الشغل بتاع السوق وباقي الشغل كمان لان عجبته دماغ راهول جدا وذكائه. وقتها بقى بيجوا 2 من مجرمين البلد برضه هم بون واخوه، وبيقول لنينا ان في حته ارض حلوه جدا لو قدروا ياخدوها من الناس اللي قاعدين فيها هيحولها من ارض زراعيه لكيمباود ممكن يستغلوه اي استغلال هم محتاجينه. والفكره بتعجب نينا جدا، بس المحامي بتاعه بيقول له ان دي نفس الارض اللي كانوا عايزين ياخدوها من 3 سنين بس صحاب الاراضي رفضوا يدوه لهم. فراهول بيقول لهم انه هيخلص لهم موضوع الارض ده وهيدخل معاهم شريك. فطبعا الاتنين التانيين بيرفضوا وبيقولوا انت مين اصلا، بس نينا بيوقفهم عند حدهم وبيقول لهم ان راهول ده الراجل بتاعه وليه النسبه اللي يقول عليها يبقى عايزين يشاركوه بنسبه 45% ليهم، لكن راهول بيفضل يماطل معاهم لحد لما بيوصل النسبه ليهم 15% ليهم بالعافيه. وبتبدا بقى المعركه لما راهول بيروح للناس وبيطلب منهم يمضوا غصب عنهم وبيبصمهم على الاراضي بتاعتهم، وبيكون عايز ياخد ارض كبيره جدا واللي بيكون صاحبها يا صديقي مدير المدرسه اللي كان فيها راهول بيدرس فيها ويطردوا منها، وبيجي مدير المدرسه وبيهزقهم وبيهزق راهول وبيقول له انه من زمان عارف ان هو عيل عدواني ومش سالك وبيضربه بالقلم في وشه، فبيتعصب جدا وبيطلع المسدس وبيقتله بلا رحمه وبيخلي كله يبصم على ورقه بيع الارض، وكده بيتحول راهول فعلا لمجرم فتاك. ولما الاخبار بتوصل لارجون بيفضل يضحك لان المحامي بتاع نينا جاب واحد غريب وشايله قضيه قتل مدير المدرسه لانه كان محتاج فلوس، وطبعا ارجون بيبقى فاهم اللعبه كلها علشان يخرجوا راهول منها لانه خلاص بقى واحد منهم. علشان كده ارجون بيوعد المحامي انه هيجي يوم وهيرميهم كلهم في السجن. وراهول بقى لما بيرجع لعيلته وبيطلب منهم يسيبوا الفقر اللي هم عايشين فيه ويجوا معاه، ابوه وامه بيرفضوا وكمان بيكونوا عرفوا ان هو اللي قتل مدير المدرسه، حتى اخته بتطلعه بره البيت وبتقفله وبتقول له انهم مش عايزين يشوفوه تاني وبتقول له انه ما عادش ليها اي اخ. بعدها بقى بنشوف راهول وهو قاعد مع حبيبته في جنب كده في السوق اللي بتقول له لو هو فعلا هو اللي قتل زي ما الناس بيقولوا عليه فابوها هيرفض يجوزها ليه، بس هو بيقول لها انه هيتجوزها غصب عن اي حد. ساعتها بقى بيجي نينا وبيروح راهول يقابله وبيقعد يقول له ان هو اخوه وبيمدحوا في بعض، ونينا كمان بيقول له ان هو زي اخوه وبيديله
عربيه هديه وبيقول له ان هو النهارده عيد ميلاده وبيعزمه عليه وبيسيبه وبيمشي. فابو راهول بيساله من امتى والشخص الفاسد ده بقى اخوك؟ وابو سانج بيقول له اقعد عشان احكي لك قصه نينا ده اللي اخد ارض ابوك. ولما بيسمع راهول وبيعرف ان نينا هو اللي جه علشان ياخد ارض ابوه باقل من ربع سعرها وحط المسدس على دماغ اخته الكبيره وقال له انه لما مضاش هيعتدي عليها قدام الناس وهيقتلهم. فبيفهم راهول ان نينا هو السبب في كل القحط اللي عيلته عاشت فيه السنين اللي فاتت دي. فبيروح لعيد الميلاد وبيرقص وبيحتفل مع بعض. وفي نهايه عيد الميلاد بيروح يسلم على نينا وبياكله حته من التورته وبيمسك السكينه وبيشقه نصين. وهو وعضو مجلس الشعب بتبقى بينهم نظرات كده وبنعرف منهم ان هو اتفق معاه وطلب من المحامي ان هو يدافع عنه اللي طبعا بيوافق. لكن ارجون بقى كان موجود في عيد الميلاد وبيقول له انت رايح فين؟ انت هتيجي معايا على السجن. فبيرفض راهول يروح معاه. فبيقرروا انهم الاثنين يدخلوا مع بعض في اغتيال. ويلا بينا راهول بيمسك ارجون من رقبته وبياخده واحده سوبليكس على الارض. لكن بيقوم ارجون وبيردها له بقوه وبعدها بيقوم راهول يضربه. لكن ارجون بيبقى عاف عليه حبتين بيقعد يهبت فيه وهي دي بتاخد واحده في الثانيه وبيحط عليه. وبعدها ما بيرضاش يقتله وبيحط الكلبشات في ايديه وبياخده على السجن. بس عضو مجلس الشعب والمحامي بيقوموا بدورهم بقى وبياخدوا راهول منه زي الشعره من العجينه. وارجون بيبقى عارف ده كويس وبيخرجوا راهول بقى. بس بيروح يقعد في البيت اللي كان فيه نينا بعد ما خد كل حاجه كان يمتلكها. وبعدها بيجي له بون واخوه علشان عايزين حقهم. فبيقول لهم راهول انه معهوش غير 600,000 بس. وبيقول لهم ان هم ما لهمش حاجه عنده وبيطردهم. وبتيجي حبيبته وبيقول لها انه خلاص ايام العزق ابتدت. وبيفضل راهول من بعدها يعمل مشاكل يمين وشمال. ولما بيروح علشان ياخد الملف بتاعه من الشرطه عدنا بيعمل نفسه عمال يدور على الملف وبيسيب راهول مستني يجي نص ساعه. ولما بيبدا يتعصب بيخرج له ارجون وبيقول له هو مفكر نفسه مين يعني علشان يتعامل معاه معامله خاصه. وبيطلب منه ينزل رجليه من على الكرسي بدل ما يكسرها له. بس راهول فعلا بيبقى عايش حبتين ومغرور وبيقول له قريب قوي هوصل وهبقى انا الوزير وهتقف انت ورجالتك تضربوا لي تعظيم سلام. وارجون بيوعدوا انه هيخلص عليه قبل ما تيجي الفرصه دي. ودلوقتي بيكون التحدي بينهم هما الاثنين اما بون واخوه. فبيروحوا للمزرعه اللي خدها راهول من الفلاحين بالعافيه. بس بيجي واحد وبيقول لهم انه اشتراها من راهول ودي حاجه بيتعصبهم جدا وبتخليهم يروحوا يقعدوا في المزرعه وبياخدوها وضعيات. اما راهول فبيروح وبيفضل يفتكر ابوه ازاي كان بيحبه وبيعامله بكل حب وكان عايش حياه هاديه. ساعتها بيفتكر الطفل اللي اترجاه قدام الباب علشان يعيش معاه بعد ما عيلته كلها ماتت. فبيطلب من الحراس يجيبوه وبيقول له انه من هنا ورايح هيعلمه ويربيه مش هيخليه محتاج اي حاجه. وبيفرح الولد جدا. اما بقى ارجون فبيبدا خطه مع عدنا ان هو يوقع العصابه في بعض ويخلصوا على بعض وهو يخلص على اللي باقي منهم. فالظابط بيبلغ بون ان راهول قتل 2 من رجالته. وبعدها بنشوف راهول اللي راح السوق وواقف قدام ابوه وساله عن حاله وعن العيله. لكن ابوه بيبص له من فوق لتحت وبيقول له انت مين انا ما اعرفكش وامشي. فبيتضايق راهول وبيروح لحبيبته سانج اللي بتبقى مش مدياله وش خالص. فبيسالها هي متضايقه ليه هي كمان. فبتقول له ان هي ما بقتش عارفه حاجه وكل الاخبار بتتكلم عنه وان هو مجرم وبيقتل وبيظلم الناس الغلابه اللي هو كان واحد منهم في يوم من الايام. لكن هو بيقول لها ما تسمعيش كلامهم. بس في الوقت ده ابوها بيسال سانج ايه اللي رجع راهول تاني بعد ما بقى غني. فبيقولوا ان راهول بيحب بنته وعايز يتجوزها. ابو سانج بقى بيقول له ده لما يبقى يشوف حلمة ودنه. ولما بيعرف راهول بيروح يقول له ان هاخدها غصب عنه. فبيرفض. فراهول بيقوم جاي ضربه بالقلم. فبتجري عليه سانجي وبتمنعه يقرب من ابوها. بس بيزقها وبيقول لابوها ان هو عمل علاقه مع بنته زمان. وساعتها بتحس سانجي انها رخيصه جدا فبتزقه وبتضربه بالقلم وبتقول له يمشي وانه لو اخر واحد في الدنيا عمرها ما هتتجوزه حتى لو ابوها وافق. دي اكتر حاجه بيتجنن راهول لانه خسر البت اللي حبها بجد. بس ما بيلحقش يزعل لان سانج بيقول له بون واخواته عمالين يقتلوا في رجالته. وبيطلع اللي بيعمل كده الصديق هو ارجون وعمال بيقتل الرجاله من هنا وهناك ووقع الاثنين في بعض. وبقى بون بيطارد رجاله راهول وبيقتلهم وهو كمان بيدور على بون واخوه علشان يقتلهم. واي حد بيقابله من رجالتهم بيموتوهم. وفي النص ارجون بيعمل فتنه بينهم هما الاثنين وبيبلغهم ويوقعهم في بعض هما الاثنين وبيخلصوا على بعض. واخر واحد بيدخل ارجون بيته وبيكون زعيم عصابه وبيقدر يخلص عليه هو وكل رجالته. وبعدها بيلاقي اخت راهول بتشتغل عندهم خدامه. فبيسالها هي ليه بتشتغل هنا. بتقول له ان الحال صعب عليهم وبتساعد ابوها. فبيقول لها ان هو فخور بها جدا ولو احتجت اي حاجه تبلغنا على طول. لكن هي بتبقى خايفه على اخوها رغم كل حاجه وبتساله لو كان هينجح من اللي هو فيه. فبيبص ارجون في الارض وبتفهم ان اخوها مصيره الموت او السجن. وبعدها بكام يوم بيوصل خبر لراهول بمكان اخو بون اللي بيكون في حاله. فبيروح يهجم المكان وبيفضل يضرب عليهم نار وبيقدر راهول وسانج يخلصوا على كل رجاله بون. لكن للاسف هو بيهرب في اخر لحظه. بعدها بقى في اسم الشرطه بنشوف ابن الضابط عدنا وواحد من الضباط بيفشوا هو واتنين صحابه رايحين يبيعوا مجوهرات خاصه ببون واخوه. فعدنا بيسال ابنه الحاجات دي جايه منين. فبيعرفوا ان هي من بون وان هو شايف ان بون ده مثله الاعلى وعايز يبقى زيه. فبيضربه بالقلم وبيقع من جيبه تليفونه وبيعرف ان الواد ده خلاص انشد لعصابه بون
بون، فبيضرب ابوه علشان يفوقه لنفسه، لكن الواد بيذل ابوه بيقول له ان هو فقير وهو مش عايز يبقى زيه. وارجون بيسمع الحكايه كلها وبيقول له ما يستنى، وبيخلي واحد من الضباط يتصل ببون كجاسوس يعني، ويعرف ان ارجون مسك عليه جريمه وهيجيبوه في خلال 24 ساعه. فبون لانه جبان بيروح بسرعه لاسم الشرطه وهو بيترجى ارجون يسيبه لانه ما عملش حاجه وان اخوه هو سبب المصيبه دي كلها. بس ارجون بيقول له ان الحاجات كلها عند السيد عدن اللي بيفضل يضربه، وبون من الخوف بيعملها على نفسه وبيجري. فساعتها ارجون بيقول للواد ان البطل الحقيقي هو اللي ابوه ظابط اللي بيدافع عن البلد ومش محتاج يكون غني او مجرم. فبيعتذر له الواد لابوه وبيقول له ان هو فعلا البطل بتاعه. وبعدها بقى يا صديقي بيتصل واحد من رجاله راهول بيه وبيعرفه ان جون مش موجود في المدرسه، وراهول بيخاف عليه جدا. وقتها بنشوف جون بيجيب له حلويات من محل جنب المدرسه، وبون بيطلع مراقبه وكان هيخطفه، لكن بيجي الظابط ارجون وبيطلب منه يمشي ومالوش دعوه بالواد. فبيروح جون وبيكون راهول اللي كان مرعوب عليه جدا وبيقول له ان هو كان جايب له حلويات لانه عيد ميلاده النهارده، وهم كلهم كانوا ناسيين. وبعدها بيدخل ارجون اللي بيقول له ان هو في يوم من الايام هيبقى ملك البلد دي كلها. بس ارجون بيقول له ان هو مر بنفس الظروف وان ابوه كان فلاح ويتاخد ارضه غصب عنه زي ما هو بيعمل دلوقتي، بس هو بقى فضل يشتغل واجتهد وقدر يشتري لابوه فدان واحد بس بيزرع فيه لغايه دلوقتي، وهو مبسوط وما خسرش نفسه ولا خسر عيلته، على عكسه اللي هو عنده 300 بقره و600 فدان لكن كلهم حرام. وساعتها لما تيجي تموت مش هتحتاج غير قبر 3 متر في 3 متر، وبعدها بيسيبه وبيمشي. والكلام ده مش بيفرق مع راهول من اللي هو فيه. وارجون بيكمل في الخطه بتاعته، وفي يوم حفله انتخابات عضو مجلس الشعب بيلمح له ارجون على اليافطه اللي حاططها الحزب وهي صوره راهول، وبيقول له ان هو هيرشح نفسه للانتخابات، يعني كده هو ممكن يوصل ويبقى وزير قبل عضو مجلس الشعب. وقتها راهول بيروح لشاندل بيتفق هياخد كل الاراضي اللي خدها من ابوه ومن اهل القريه بمبلغ كبير، والراجل بيوافق طبعا من خوفه. بس بيقرر عضو مجلس الشعب وشاندل ان هما الاثنين يتفقوا مع بون ضد راهول. وارجون بيخلي رجالته يتصلوا براهول ويقولوا له على الخطه بتاعه بون وشاندل. فبيروح راهول للقريه ورجالته وبيجيبوا شاندل وبيربطوه في 2 تيران وبيخلوه يلف بيه وبيلحسوه الارض بتاع البلد، والارض لو عطشانه يا صديقي لحد لما بيموت قدامه وبيمصموا على الارض كلها. وبيفرح راهول جدا انه رجع الارض، وبيتصل بابوه بيقول له خلاص انه رجع الارض، لكن ابوه بيصدمه وبيقول له ان هو باع الارض من زمان مقابل حياه ولاده ومش عايزها دلوقتي. ولما بيشوف راهول كل الناس اللي حواليه مبسوطه مع عيلتها وسعيده، اللي هو بياخد نفسه بيروح على السوق وبيتكلم مع ابوه وبيترجاه يسامحه وانهم يروحوا يعيشوا معاه لانه وحيد، وبيقول له انه هيدخل في مجال السياسه. بس ابوه بيقول له انه عمره ما يسامحه ولا يستقبله في بيته غير لما يسلم نفسه للشرطه. لكن طبعا راهول بيرفض، وهو ماشي بيتنادى عليه سينجو وبتقول له انها عندها خبر حلو ليه وبتعزمه على فرحها بعد اسبوع. فبيسيبها وبيمشي. وبعد كام يوم بيكون احتفالات في البلد كلها لان عندهم عيد. وقبل ما بيخرج ارجون علشان يحتفل بيه بيتصل بيه عضو مجلس الشعب وبيقول له ان النهارده رجالته هتخلص على راهول وعصابته، بس الشرطه تعمل نفسها مش واخده بالها. وارجون اصلا كان دي خطته من الاول. اما راهول ما بيقدرش انه ينسى حبيبته اللي اتجوزت، ويوم الاحتفال بيروح ويخبط على بيتها وبيترجاها تسامحه، بس هي بترفض، وخصوصا بعد ما بتقول له ان اللي في بطنها ده ابنها هي لوحدها وهو ملهوش حق فيه، وبتقفل الباب في وشه. فبيتصل بسانجو وبيقول له انه مش هيجي الاحتفال، وبون واخوه بيسمع الخبر وبيطلبوا من رجالته يروحوا على بيت راهول. اما بقى هما الاثنين بيقتلوا سانجو، وبيشوفهم ارجون وبيشوف كمان عضو مجلس الشعب وهو بيضحك وبيطلب منه يجي. فبيروح له ارجون وبيقتله هو والمساعد بتاعه، وبعدها بيجري بسرعه على بيت راهول وبيخلص على اعصاب بون قبل ما يخلصوا على راهول، وبيقول له يلا علشان تسلم نفسك. بس راهول بيقول له يديله يوم واحد بس يحضر جنازه صاحبه ويخلص على بون واخوه، وارجون بيوافق. وتاني يوم بقى في الجنازه واحد من رجاله راهول بيخونه وبيقول لبون على مكانهم. فبيروح بون واخوه يخلصوا على رجاله راهول اللي بيهربوا منهم بالعافيه وبيطلعوا يجروا وهم بيجروا وراه. وعلى طول بيتصل بجون وبيقول له يقول للرجاله يحصلوه على السوق. فبياخد جون المسدس وبيجري علشان يحصله، وبيوصلوا للسوق ورجاله بون بيفضلوا يضربوا نار. وابو راهول بيتصل بارجون اللي بيروح لهم وبيقول لهم يمشوا من هنا وهو هيقبض على راهول، بس هم بيرفضوا. فبيخش معاهم في قتال وبتبدا منه بالمعركه. فبيضرب ارجون بون واخوه. بعد كده بيدخل على رجالته اللي بيفضل يضرب فيهم وبيكسر بيهم ازاز المكان عليهم، وبيكون اخو بون قوي جدا وبيفضل ارجون يضرب فيه. وبيجي واحد من رجالته من وراه وبيضرب ارجون من ظهره، لكن بيقدر يضربه وبيجري وراه اخو بون، بس للاسف بيكتروا على ارجون وبيقدروا يخنقوه وكان هيموت. وبيجي بون ومعاه المسدس وكان هيقتل ارجون. وقتها بقى بيشوفهم راهول بيقوم بسرعه ينقذ ارجون من الموت وبيمسك في بون، وبيبدا المعركه ما بينهم هم الاربعه، والاثنين بيكونوا عاملين ميكس جبار وبيكسروهم كلهم. وبعدها بتيجي الشرطه وبتقبض على بون واخوه. وارجون كمان بيقول لارجون انه خلاص هيسلم نفسه. وقتها بيجي جون ومعاه المسدس. فراهول بيضحك وبيقول له انه ما غلطش لما خده علشان يربيه،
لكن احب اقول لك انك غلطت يا اخويا، لان جون بيضرب نار على راهول وبيقول له انه اقسم بعد موت ابوه وامه انه لازم يقتله، وبنعرف ان جون ده بقى ابن مدير المدرسه وبيضرب راهول كمان طلقه، لكن بيشكر راهول انه كفر عن ذنبه. اما ابوه واخوه بقى فبيفرحوا قوي وبيقولوا ان هم يخرجوا من السجن ويحكموا المدينه بعد ما كلهم ماتوا، فارجون بيقول لهم انسى يا حمار انت وهو، فبيقوم يخلص عليهم كلهم زي الخرفان. وبعدها بيموت راهول وبيتعمل له جنازه والكل بيبقى زعلان عليه. وهنا يا صديقي بيخلص فيلم النهارده. ارجو يا صديقي لو عجبك الفيلم ما تبخلش عليا باللايك الجميل والكومنت المتين، ولو مش مشترك في القناه انزل مستني ايه يا صديقي، انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان توصل لك العظمه بتاعتنا. يلا السلام.